مساء الخير أعزائي المشاهدين. طبعا بمناسبة قرب الانتخابات، مش هنوصي بقى الشعب المصري إن هو يحافظ على مصر من الناس اللي هي مستحبة ليهم إن مصر تقع. وطبعا ربنا مبارك البلد دي وعمرها ما هتقع ولا ينول منها أي عدو، إن كان داخل البلد أو خارجها. وطبعا كلنا شايفين الإنجازات اللي حصلت واتعملت في عهد السيسي مع الظروف، ورغم الظروف اللي مصر بتمر بيها والعالم بيمر بيه من حروب ومن مجاعات ومن غلاء، مش مصر بس، العالم ككل فيه هجوم نازل على مصر ومحوطها الخطر من جميع النواحي، من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب. فرجاء للشعب المصري انه يلتف حوالين جيشه وحوالين رئيسه، لان الراجل ده السيسي، عبد الفتاح السيسي، هو المصر ومصر ليه كمعرفة وكإدارة وكفهم، وعارف ان البلد دي تمشي ازاي، وعارف انه يتعامل مع الخوارج ازاي. وزي ما احنا شفنا ولحد دلوقتي في امان وعايشين والحمد لله، لا لاجئين ولا بره حدودنا. فنتمنى من ربنا ان الشعب المصري يحافظ على جيشه وعلى رئيسه وعلى ارض مصر ضد اي كلام يتقال او يتذاع. ما نديش دماغنا لحد ولا نسمع لحد. واهداء للشعب المصري قصيدة صغيرة كده اسمها المواطن مصري. تسلم لي خطوتك وتعيش لي ضحكتك، ويخلي طلتك دايما ويا السلام، يا منور دنيتك واهي شعبيتك، في القلب محبتك يا مسابق الايام، يا مجمع مسلم ومسيحي، تستاهل تبقى لي رئيسي، ده العالم والدنيا قالتها، ما في زي مصر مع السيسي. ابو قلبي جسور ما يهيب النار، لولاه ما بقينا اليوم في عمار، مدلنا ايديه وقال شرطه وجيش، للشعب المصري حصن امان، شقلنا قناه وصنع لي سلام، وزرع لي محبه بين الاديان، وحضني العامل والفلاح ومعاه الصانع والملاح، وقال لنا حي على الفلاح، ايد تبني وايد شايله السلاح. يصونك ربنا يا اللي انت مننا، وتعيش مصرنا في عهدك سلم وعمار، يا اللي انت وروحك على كفك، بصراحة سعيد اني اخترتك، وفيت بالوعد وصنت العهد من اجلي ومصر الله يباركك. من يوم ما حلفت حلفنا معاك، شرطة وجيش والشعب وراك، يمين الله اننا وياك، لنخلي مصر ام الدنيا باذن الله، قد الدنيا. شكرا. تحياتي الشاعر جمال امين. وعمار يا مصر، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.